السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقائق معدودة هنتكلم عن موضوع انتحار سارة حجازي. أنا مش مستغرب إن حاجة زي واحدة زي دي يعني تنتحر، ومش مستغرب خالص تصرفها ده. الله يولع فيها في نار جهنم اللي هي موجودة فيها بإذن الله. دلوقتي أنا مستغرب على الناس اللي هتترحم عليها. يا إخوانا، عيب عيب اللي بيحصل ده. إحنا مسلمين موحدين بالله، لينا شريعة، لينا قيم، لينا تراث إسلامي كبير. ما ينفعش اللي بيحصل ده. دي لا يجوز عليها الرحمة شرعا ودينا. قانوننا ديننا بيقول كده، ديننا الإسلامي بيقول كده، بيقول إن لا يجوز عليها حتى الترحم. دي ميتة ملحدة كافرة، أنكرت القرآن، أنكرت وجود إله، أنكرت الإسلام والمسلمين، أنكرت كل حاجة، بتدعي المثلية الجنسية. يعني شيء في غاية القزازة أو شيء مقزز جدا. تمام. وتطلع تلاقي ناس متعاطفة معاها، وناس زعلانة عليها وعلى موتها. بتاع ايه؟ ما في 60,000 داهية. الله يولع فيها في قبرها. حتى مريضة نفسيا مش مريضة نفسيا، احنا كصعايدة وكمصريين مستحيل نسمح بحاجة زي كده في مجتمعنا. لو مجتمعنا بقت فيه مثلية جنسية وانتشرت فيه الفاحشة، عليه العوض ومنه العوض في البلد لسنين كتيرة قدام. وطلع عرس زي باسم يوسف. باسم يوسف طالع بيحاول يبرر. احنا ولا عارفينك انت مين، ولا عارفين دينك ايه. تمام. ولا المسلمين على كوكب الارض كله محتاجين مشورة ولا رأي، ولا محتاجين اي حاجة منك ومن اشكالك. انت كلب، ورقة محروقة كنت في ايد الدولة، حركوك زي الاراجوز بالفلوس زي الكلب، وفي الاخر اتنطرت وديك قاعد في امريكا. واراهن ما انت بتدافع عن المثليين، اراهن ما كنت زيهم. انت قابل انك انت تتعرس، سوري في اللفظ، يعني تبقى معرس. انت قابل ان تتجوز واحد زيك، مش هقول ذكر طبعا لان انتوا اتنين كلاب. ده حاجه تخصك، لكن ما تفرضش افكارك عليا. انا مسلم موحد بالله، ليا شريعه، ليا دين، ليا مليون حاجه بتحكمني. لكن انك انت تحاول، انت عايز تعمل الجرف ده في البلاد اللي بتسمح لك انك انت تعمله، ده حاجه تخصك. تمام. عايز تدافع على واحده سافله زي ساره حجازي دي، الله يجحمها في جبانتها مطرح ما قاعده تاني مره واثنين وثلاثه، ولا يجوز عليها الرحمه. دي برضه حاجه تخصك، لكن ما تفرضش افكارك عليا. احنا في غنى عن نصائحك وعن فيديوهاتك وعن منظرك المقزز. انت زي ما قلت لك، انت كلب ولا تسوى فرد الشبشب. ثانيا يا اخوانا، ساره حجازي دي حلقة جديدة في سلسلة طويلة عريضة من المثليين ومن غيرهم. مرة عبدة شيطان، ومرة بهائيين، ومرة مثليين جنسيين. ويا عالم الأيام مخبية لنا إيه؟ إحنا مشغولين، وعندنا الأهم من ده كله، عندنا مشكلتنا على الحدود الليبية. تمام. والتدخل التركي فيها. عندنا مشكلتنا في سيناء. تمام. وحرب الإرهابيين في سيناء. عندنا مشكلة المية اللي هي الأكبر والأعظم والأخطر. لا فاضيين لساره حجازي ولا اللي خلف ساره حجازي. الله يولع فيها ويشحمها في جبنتها مطرح ما قاعده. لا تجوز عليها رحمه، وميته منتحره، ميته كافره. لقت الله اللي هي كانت بتنكر وجوده، بتنكر وجود الله. يعني ازاي انت بتطلب لها رحمه اصلا من ربنا اللي هي في الاساس كانت تنكر وجود ربنا؟ على اي اساس؟ لا يجوز عليها الرحمه طبعا. واكثر من شيخ على راسهم الشيخ عبد الله رشدي قال ان لا يجوز عليها الرحمه. ودي منهجنا الاسلامي اللي قابل بيه اهلا وسهلا، ما قابلش بيه الدين في غنى عنه خالص. مره واثنين وثلاثه لا ينفع نترحم عليها، ولا ينفع نتعاطف معاها اطلاقا. يا اخوانا، خلونا اعجل واكبر من كده. ما ننساقش وراء اصوات مش من وراها غير الخراب، مش من وراها غير افساد المجتمع. دي حاجه. طالع باسم يوسف المعفن الكلب ده برضه زعلان عليها، وبيبعت رسائل من تحت لتحت في الفيديو بتاعه. ده حتى مذيع البي بي سي، مذيع البي بي سي ما ناقص غيره يقول لي انتوا غلطانين، لا ترحموا عليها ويجوز الصلاه عليها كمان. إيه الناس عايزه توصل بالمجتمع لايه؟ تمام. وهو احنا ليه اصلا بنجلد اوسخ ما في الغرب؟ يعني احنا بننجي اوسخ واسفل واقذر حاجه في الغرب وفي الامريكان او الغرب بوجه العموم، وبنجلدهم فيها. لا نجلدهم في اختراع، ولا نجلدهم في تقدم، ولا في رقي، ولا تحضر. ما نجلدهمش غير في وسختهم، في خمورهم، في زنا، في مثليه جنسيه. ما بنبصش غير على اقذر حاجه هم بيعملوها ونحاول نجلد. ليه؟ احنا في مصر مجتمع محافظ، وباذن الله باذن الله هيفضل مجتمع محافظ زي ما هو. احنا في دوله اغلبيتها اغلبيه مسلمه. تمام. لها قيم ولها شريعه ولها دين ولها كتاب ودستور اسمه القرآن الكريم. لا يمكن بأي حال من أحوال مجتمعنا يتغير ونوصل للسفاهة وللقذارة اللي فيها الغرب على الإطلاق. ومهما كان تقدمهم ومهما كان رقيهم، أو لو سموناه تقدم رقي، ما فيش شريعة ولا دين أنزل ربنا أو حتى واحد ألفه من عنده كده
بيحترم الانسانيه زي الاسلام، دي لا نقاش ولا جدال فيه. اخر حاجه حابه اتكلم فيها ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيكون عن مشكلتنا في ليبيا وعن مشكله الميه مع اثيوبيا. انا حبيت في دقائق معدوده بس اوضح حاجه كده شايف انها شاغله الراي العام زياده عن اللزوم. صرح جاز مين؟ والله مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين ومليون. دي يا اخوانا لا يجوز عليها الرحمه، دي ميته كافره تمام، انكرت الله وانكرت القران الكريم وانكرت السنه النبويه، انكرت حاجات كتير، مريضه نفسيه تمام، مش مريضه نفسيه ده لا جدال ولا نقاش فيه، ملناش دعوه بيه خالص. احنا اللي انا عارفه ان هي كانت بتنادي بالمثليه الجنسيه ورفعت رفعت علم المثليين في مصر هنا واتحبست، وبعد كده خرجت بكفاله، وبعد كده طلبت حق اللجوء لكندا وغرت في 60,000 داهيه. دي ما تستاهلش ان احنا في مصر نشغل بالنا بيها ولا نشغل دماغنا بيها. كلب زي باسم يوسف ده يتكلم زي ما هو عايز، هو كلب. حتى لما سئل عن ديانته ما رضيش يرد. دليل على انا اراهن واقطع الدراع من اخره. المكان ده خلصانه كده ملحد، ده ولا ليه دين ولا ليه اي حاجه، وما ينفعش غير يعيش زي في البلاد اللي هي هتقوي اللي زيه ده. لكن احنا مالكش دعوه بالمسلمين تاني يا باسم، احنا في مصر مجتمع حافظ ومحافظ، وباذن الله باذن الله باذن الله يفضل مجتمع محافظ، محافظين على قيمنا وعاداتنا وموروثاتنا اللي لا يمكن باي حال نتخلى عنها، ولا يمكن باي حال ان احنا نسمح ان مجتمعنا يكون فيه مثليين والقذرات والفاحشه والسفاله والزنا الغريب اللي عندهم دول. احنا مش هيحصل عندنا كده باذن الله باذن الله، يفضل مجتمعنا زي ما هو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.